السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناتنا. العديد من الأصدقاء كيتساءلوا على طريقة أو كيفية مشاهدة القنوات الرياضية على قمر النايل سات بطريقة مجانية، خصوصا القنوات البنفسجية. فباش نكونوا صريحين أصدقائي، خاصنا فقط أصدقائي نتوفروا على نقدر نقولوا طريقة اللي هي تقدر تقام علينا بواحد الثمن اللي هو رمزي فقط. فخاصنا أولا يكون عندنا واحد الصبيب من الانترنت محترم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أصدقائي، خص يكون عندنا سيرفر ديال الشيرين اللي كيتوافق مع شروط. أصدقائي هناك 3 شروط. علاش أصدقائي؟ هاد الطريقة المشفرة عن طريق سيرفر الشيرين، وكذلك كان عندنا صبيب محترم من الانترنت. إذن أصدقائي هناك عدة أجهزة تساوي على هذه الخاصية اللي كتجينا مثلا نقدر نقولوا في أجهزة اللي كتحتوي على الفوريفر. فكيجي عندنا الاشتراك ديال الابولو، كذلك كيجي عندنا الاشتراك الفوريفر. فكان اكتيفيو السيرفرات اون ميم طون، في نفس الوقت. وبهذه الطريقه ممكن اننا نستفدوا من مشاهده القنوات البنفسجيه على قمر النايل سات. فنتمنى اصدقائي ما نكونش طولت عليكم، نمشيو مباشره لشرح الطريقة. وما تنساوش أصدقائي طبيعة الحال الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد ومفيد. نتمنى أنكم تتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تفهموا الطريقة. شكرا لكم، نلتقي بعد قليل مع الشرح أصدقائي. مرحبا بكم أصدقائي. إذن أول خطوة نقوم بها هي شبك الجهاز بالإنترنت. أنا أشتغل على جهاز ستارسات 7090. إذن أصدقائي نذهب إلى المنيو، نضغط على المنيو، ثم نضغط على الشبكة، ثم ضبط الإعدادات اللاسلكية هكذا، بحث عن الشبكة. إذن أصدقائي هنا لدي أو الجهاز متصل بالإنترنت كما تلاحظون. إذن أتأكد أصدقائي، كما قلت لكم الجهاز متصل بالإنترنت. الخطوة الموالية أصدقائي أو الشرط الأول لمشاهدة القنوات البنفسجية على النايل سات فالرياضية، بالضبط كنقصد القنوات الرياضية. أول شيء يجب توفره كما قلت صبيب صبيب محترم من الانترنت. ثم نذهب هنا إلى تطبيقات الشبكة، فيجب توفر اشتراك من IPTV، خصوصا هنا في الأجهزة التي تحتوي على الفوريفر. فيجب اشتراك الأبولو متوفر، يجب لدينا أن يكون لدينا اشتراك من الأبولو. فأنا لدي هنا اشتراك من الأبولو، فما غاديش ندخل نظرا لحقوق النشر أصدقائي. الخطوة الموالية أصدقائي، نذهب إلى لتشغيل أو لتفعيل سيرفر الفوريفر. إذن فالطريقة لتفعيل سيرفر الفوريفر، هنا نضغط هنا على هذه الأيقونة تفعيل السيرفر، ثم نذهب حتى نصل إلى الرقم 15، ثم نضغط أصدقائي هكذا على الزر الأخضر، فيتم تفعيل السيرفر هكذا. إذن أنا ما غاديش نفعله دابا، ولكن يجب تفعيله. نضغط على تفعيل السيرفر لكي يعطينا الفوريفر، باش ممكن أننا نشاهد القنوات على النايل سات. هناك شرطين أساسيين أو 3 شروط. الشرط الأول اشتراك الفوريفر، ثم اشتراك للأبولو، وصبيب محترم من الانترنت في حدود 6 ميجا أو أكثر. إذن نذهب إلى الخطوة الموالية.
نذهب إلى الإعدادات أو ضبط النظام. نضغط هكذا أصدقائي، نضغط على النظام عفوا، ثم نذهب هكذا 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 أصدقائي حتى نصل إلى الخانة هذه. هنا لاحظوا أصدقائي DVB to IPTV أو IPTV IP to SAT، يعني على حسب الجهاز، يعني هناك 3 تسميات أصدقائي. فهنا كما تلاحظون لدينا إيقاف، نحولها إلى تشغيل هنا هكذا. فخاصية الاي بي تو سات أو DVB to IPTV تكون مفعلة وهكذا. إذن فيمكننا مشاهدة القنوات على النايل سات. هنا سات to IPTV resolution، يعني هنا الجودة ديال الصورة اللي بغينا نشوفها أو على حسب الانترنت اللي عندنا. فإذا كان عندنا صبيب ضعيف فممكن نفعل هكذا أصدقائي. لا يعني غيكون واحد الصبيب ضعيف باش ممكن أن القنوات ما يتقطعوش. كان صبيب محترم فنفعله نورمال. كان صبيب عالي أو عندنا الفايبر أوبتيك في الدار فممكن نعملو هاي ونتفرجوا بواحد الجودة عالية. إذن أصدقائي بهذه الطريقة الأصدقاء كيسولوني على الطريقة كيفاش نشاهدوا القنوات. فهذه الطريقة ديال تشغيل أو الفرجة بطريقة الاي بي تو سات، وهي اشتراك الاي بي تي في مع السيرفر شيرين. فممكن بهذه الطريقة نشاهدوا القنوات البنفسجية الرياضية على النايل سات. كذلك أصدقائي كذلك ممكن أننا نفعلوا عدة خصائص. إذن فشكرا على حسن المتابعة. كان هذا فيديو قصير، ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس أصدقائي لتشجيعنا لتقديم ما هو أفضل في الأيام المقبلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.